السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوا القناة تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني إن شاء الله. هنعمل مع بعض صينية فراخ بالبطاطس كده بالخضار حلوة جدا، وكمان هنعمل رز بسمتي بطريقة سهلة وبسيطة قوي مع بعض النهاردة. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. جبت كده زي ما احنا شايفين الخضار اللي انت حابه تحطيه تحت البطاطس، تمام بالشكل دوت. وحطيت عليه التتبيله، عملت التتبيله معايا، يعني ما عملتهاش ما صورتهاش. عملت الطماطم على جزر على فلفل اخضر على توم على بصل، وحطيت عليه ملح وفلفل وكاري وكركم وسبع بهارات وقرفه ومعلقه عسل ابيض وعصير برتقان وعصير ليمون وشويه كده من الزيت، وحطيتهم كده عليها. جبت بقى معايا، هنعمل الرز النهارده بتاعنا بطريقه حلوه وبسيطه كده وتغيير كده معايا. جبت كده البهارات اللي انت حابه ان انت تحطيها برضو اهو، اللي انا عملتها على الفراخ. حطيت كده ده مكعب ماجي، وحطيت كاري وحاجه بسيطه يعني. وحطيت قرفه وكركم. لا ما حطيتش كركم، حطيت كاري وحطيت سبع بهارات وحطيت قرفه وحطيت معلقه صغيره من الثوم البودر، حلوه جدا برضو طعمها حلو قوي فيها. واي بهارات عندك حابه ان انت تحطيها حطيها. قلبتهم كده على الرز البسمتي زي ما احنا شايفين. وجبت معايا حله على النار، حطيت فيها زيت وسخنت كده. كان معايا بصلايه مقطعاها مكعبات، بدات ان انا اشوح في البصلايه، بتديني طعم حلو قوي للرز بالشكل دوت كده. لغايه بس انا عايزه البصل معايا يدبل، مش عايزاه يحمر ولا يصفر ولا اي حاجه، يدبل بس البصل. وهنزل كده بالرز اللي انا حاطه عليه التوابل بتاعتي كده كلها، وهديله بقى التشويحه حلوه قوي لغايه كده الرزايه معايا ما تتحمص كده وتبقى حلوه، عشان الرز معاكي يبقى مفلفل وحلو بالشكل ده. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه ونص ميه، وفي كوب بتاخد كوبايتين. اللي معايا دي كده خدت معايا كوبايه ونص من الميه، او كوبايه وربع كمان. حطيت بقى زي ما احنا شايفين شويه من الكركم في الاخر خالص، حاجه بسيطه يعني لان انا مش عايزه لونه اصفر. زي ما شفنا في اول الفيديو كان لونه معايا حلو. حطيت كمان عود قرفه خشب، وحطيت ورق لورا. هحط كمان بقى عليه الميه بتاعتنا، حابه تحط ميه سخنه تحبوا ميه عاديه. زي ما احنا شايفين لونه حلو جدا، مش هيبقى معايا لونه اصفر زي ما شفنا في اول الفيديو، هيبقى معايا لون البني الفاتح قوي بالشكل ده. هسيبه بقى يتشرب زي ما احنا شايفين شكله. ودوت كان لونه معايا بالشكل ده اهو، شكله حلو جدا وريحته كانت تحفة. هسيبه بقى كده، اغطي عليه واغطي عليه خالص لغايه كده ايه ما يستوي معايا. الفراخ معايا شايفين شكلها حلو قوي وريحتها كانت جميله جدا، طعمها حلو قوي. العسل الابيض بيبقى حلو جدا في تتبيل الفراخ. وكان بالشكل معايا الفراخ بتاعتي كانت بالشكل ده، دخلتها الفرن تمام. وكمان كنت يعني بعمل لها كده شويه حته فحميه، وهغطي عليها بالشكل اللي احنا شايفينه. تاخد بقى طعم الفحم معايا، تبقى فراخ مشويه وطعم ببيتي حلو جدا جدا. هسيبها بقى كده معايا اهي بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا بقى كده خلاص الرز بتاعي كده استوى، والفراخ كمان استوت معايا. الرز معايا شايفين مفلفل حلو قوي، ده رز طويل الحبة وكان بجد معايا حلو جدا جدا. والفراخ كان كمان جميلة جدا. كنت حاطة فيها بطاطس وحاطة فيها جزر، حابة تحطي فيها كوسة كمان بتبقى حلوة قوي. يعني انا استكفيت كده باللي موجود عندي، وكان طالع معايا احلى غدوية، حاجة بسيطة وعملناها في يعني في ربع ساعة كان الاكل بتاعي كده جاهز. هنبدأ ان احنا نقدم مع بعض بقى الوجبة بتاعتنا النهاردة بالشكل دوت. شكلها حلو قوي جدا بجد، جميلة قوي قوي. جربوها يا ان شاء الله هتعجبكم. الفيديو النهارده بتاعنا مش طويل، يعني انا عملت بعض الحاجات كده مع نفسي ما صورتش وقلت اعمل بقى اصور لكم. ما كنتش هصور بس رجعت قلت لا هصور معاكم. شكل الفراخ بجد حلو جدا يفتح النفس. هطلع بقى كده قطعة الفراخ مع قطعة البطاطس، كمية البطاطس اللي انتي هتاكليها في طبق كده مع بعضه، وهنشوف مع بعض الفراخ مستوية والبطاطس كمان مستوية وطعمها لذيذ جدا جدا بالشكل ده. شكله حلو قوي، والجزر كمان مفيد وطعمه جميل جدا مع الصينية، بجد طعمه حلو قوي. والكوسة كمان بيبقى طعمها حلو جدا مع الخضار ده كمان.
كنت عاملاها معاكم قبل كده كمان وحاطه فيها خضار اكتر من كده. البطاطس مستويه حلوه زي ما احنا شايفين، وكمان الفراخ مستويه حلو. والرز بتاعي بجد كان طعمه حلو قوي قوي، رز بسيط كده بالبهارات مبهر، بس بطريقه حلوه وسهله وبسيطه. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد وصفات تانية جايه احلى باذن الله. والرز بتاعنا زي ما احنا شايفين مفلفل وحلو جدا جدا. لايك وكومنت حلو منكم، واشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.